نص كوب سمنة عندي اياها بحرارة الغرفة، السمنة اللي عندي اياها حيواني. نص كوب زيت نباتي، 3/4 كوب سكر بودرة، نص كوب نشا، رشة ملح، نص كوب كاكاو، معلقة صغيرة قهوة تركية، ربع معلقة صغيرة نسكافيه، كوبين طحين. بهالمرحلة عم لم العجينة ما بدي اياها تقسى بعد الخبز. لميت عجينتي صارت جاهزة، هيدا قوامها، ما بتلزق بالايدين. هلا يفضل اني حطها بالبراد حوالي ربع ساعة. شفتوا قوامها ناعم كتير ونفس الوقت ما بتلزق بالايدين. فرضا كانت الساعة أطرى من هيك وبتلزق بالايدين، فيكن تضيفوا لها معلقة طحين. بشكلها بهالطريقة. هلا نحن بما ان عم نعمل كوكيز حبات القهوة، يعني حلو يكونوا حباتهم صغار، وضروري يكون الحبات تقريبا كلهم نفس الحجم ليستووا مع بعضهم. بعد ما شكلت كل الكوكيز، بظهر السكين بدي اعمل فيها خط، بدي غمقه شوي مشان ما يروح وقت الخبز، بنفس الوقت ليعطيني شكل حبة القهوة. صينيتي صارت جاهزة تدخل على الفرن، محمينه قبل بوقت، الرف بالوسط، درجة الحرارة 180، من الأسفل بتاخد بين 12 ل 15 دقيقة حسب حجم الكوكيز اللي عاملينه. ما شاء الله شوفوا لي هالمنظر، كوكيز حبات القهوة صارت جاهزة، ببين عنا انها استوت كمان من اللون، لاحظوا لونها كيف بيتغير. قعدت معي بالفرن 12 دقيقة. شوفوا كيف محل ما عملنا شق بالسكين فتحت عطتنا شكل حبة القهوة.